سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا كامل اموركم طيبه. صحه رمضانكم ان شاء الله ينعاد علينا بصحه والهنا، وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله الصيام والقيام. اليوم ما كاش وصفه، جيتكم بروتين رمضاني. قلت وعلاش لا الغاشي كاع يدير روتين رمضاني ندير معاكم. الا كان حبيتوا هاد النوع من الفيديوهات اني نشارك معكم الروتينات ديالي، اكتبوا لي في التعليقات باش هكا نشوف، واذا كان عجبكم الحال نكمل معكم بهذه الطريقه. بون شوفوا لهنايا اول حاجه درتها وجدت الشربه ديالي. ماشي دائما ندير هاد الشربه، هذه لا بروميير فوا نديرها في رمضان. كنت ندير دي سوب واحد اخرين كما شفتوا. درت البصل، درت الدجاج، درت القرعه، ودرت تانيك الحميصه، شويه زيت سمن، ودرت تانيك فيها حشي الشربة والنعناع. يعني شربة جزائرية كامل ديروها تقريبا بنفس الطريقة. القرفة، الملح، فلفل الكحل، بيان سور قرفة تاع العود، شوية تاع بابريكا، عادي جدا كما نديروها كامل احنا الجزائريين، كامل بنفس الطريقة. انا ندير شربة فريك، ما نديرش كامل شربة تاع الفرميسال، دائما نديرها فريك. وهنا البنات راح نوجد معكم طاجين تاع الكوري. هذا طاجين بزاف ساهل. هنا كما شفتوا كنت رحيت طوماطيش مع البصل، وزدت لهم هنايا طوماطيش كونسونطري، 4 كاس تاع الزيت، ونمرق بلا ما نقلي. هنا كما شفتوا راح نزيد له الكوري، من بعد ندير الماء مباشرة ونشعل عليه. دوك تشوفوا الطريقة هذه بزاف سهلة، وطاجين يجي بزاف بنين ويجي مجمر كما يحب الخاطر. نوري لكم الطريقة تاعو بالتفصيل. هنا بيان سور كما شفتوا درت له الكوري وزدت له الملح، وراح نمرقه مباشرة هكذا بهذه الطريقه. هذه ديروا كونتيتي تاع الماء باسكو نمرقوا خطره واحده، ما نبقاوش غير نزيدوا له في الماء. من اول مره نديروا هذيك الماء تاعنا بيان سور بارد، ما نديروش كامل سخون، ونخلوه يا ربي واحد 10 مينوت حتى ربع ساعه. هنا راح نوجد لافارس تاع البوراك ديالي. او دائما اول حاجه اللي نديرها هي اني نقلي شويه البصل. علاش ندير هذه لا بروميير ايتاب قبل ما ندير الدجاج ولا اي حاجه؟ باش كي تاكلوه البصل هذاك ما يجيش يغزغز، يجي دايب. هنا شوفوا بعد ما تمرقت لي هذيك يعني هذيك الشريبه تاعي، زدت لها طوماطيش، ما درت حتى قطره تاع الماء، خليتها في غردها الطيب. شوفوا هاوليك لهنايا واحد 10 مينوت ربع ساعه خليته فوق النار. هذا ما كان با بليس. دوك نوريكم واش حنزيدو نديرو فيه. هنايا في هذيك تاع لافارس تاع البوراك تاعي درت لها بيان سور الدجاج، وراح نزيد لها لي زيبيس. انا استعملت هذا جاي ديريكتومون، فيه الكمون والفلفل الكحل، وبيان سور انا دائما نزيد شويه فلفل الكحل، وبيان سور ندير الملح. هذا ما كان لافارس تاعي هاديه مانيش حندير فيها الفرماج، حنخليها هكذاك باسكو كنت وجدت من قبل بوراك تاع الفرماج وحده، الوغ ما حبيتش نزيد لها الفرماج. مع الاخير راح نضيف لها برك المعدنوس. هذا ما كان، ونخليها ابتي فو حتى يطلق هذاك الماء تاعو ويعاود ينشف، يجي بزاف بنين، ما يجيش كامل يغزغز، يجي كي تاكلوه تحسوا حاجه بنينه. باسكو كي طيبوا ا غران فو وتخلوا هذاك البصل هكذاك حي، كي تروحوا تاكلوه راح تحسوا هذاك لو غو تاعو ما يجيش كامل بنين، يجي ما يجي شغل ما يجيش طايب مليح. فهمتوا؟ هاوليك هنا لافارس تاعي نخليها تبرد، وراح نوجد معاكم فلان كراميل. درت كاس، يعني هذا عبر تاع كاس نيدو، راح نزيد لها 2 فلان كراميل، وراح نزيد لها تانيك 3 كيسان تاع الماء، هادوما الكيسان المعياريه، وراح نزيد لها 100 غرام تاع قشطه اللي هي في الجزائر تصيبوها مكتوب فيها قشده، هي زدت لها 100 غرام. صدقوني هاد الطريقه البنات تجي بزاف بنينه، ويجي شغل فوندون في الفم، ما يجيش ثقيل.
فهمتوا؟ يجيب بزاف بنين بلا ما ديروه في الفوق، بلا ما ديروا حتى حاجه سهله مهله. وانا في هذوما الكيسان تاوعي كنت درت سكر كراميليزيتو شويه ودرتو في الكيسان، وهنايا فرغت الفلان تاعي مباشره، نخليه يبرد ونديرو في الفريجيدار. هذا ما كان حاجه سهله، ما نخليه يطيب في الفوق، ما نبقى نستنى فيه، ما حتى حاجه. كي تضيفوا له القشده هذيك راح يعطيه نفس لا تيكستور شغل طايب في الفوق، ما ندير لا البيض لا حتى حاجه. يعني حاجه سهله مهله وتوجد في دقيقه. دوكا لهنايا راح نوجد البوراك تاعي او اللي يقولوا لها لهنايا السمبوسه. شوفوا لهنايا نخدمهم في يدي مباشره، خاطش يجوا هكذا يعني طوال، ما قطعتهم ما حتى حاجه. تحبوا نتوما تقطعوهم ما تخدموهم بنفس الطريقه ماكش مشكل. هاي ليك هنايا بديت نعمر ونلصقهم بالفارينه ونحي هذيك زياده. الفارينه هذيك بيان سور فيها شويه تاع الماء. وهذا ما كان البنات، حاجه سهله حاجه خفيفه، يعني ماشي حاجه كومبليكي. وهاد الطريقه هذه تعاونني نخدم تمتم، يعني ما نبقاش يعني نطول ولا كي نخدم في يدي بلا ما نحط في الطابله. تساعدني غير نخدم في الطابله نحس روحي يعني اني نخدم شغل ثقيله. فهمتوا؟ يعني كل واحد يخدم بالطريقه اللي يعني اللي تناسبه. ونفس بهذه الطريقه ثاني البنات تقدروا يعني تعمروها بزياده، ماشي كيما تحطوها لا فخص تروح لي دو كوتي. هذا ما كان. وكما شتوني لهنايا راني نخدم واقفه، ما على باليش شكون اللي كيما انا ما يعرفش يخدم بالقاعده. دائما نخدم واقفه. ماما كانت تقول لي دوك رجليك كامل يولوا ماشي نورمال تالمو اللي نخدم كلش بالواقفه. ما على باليش اللي الا كاين ناس كيما انا كي نخدم بالقاعده نحس روحي بلي كاني نخدم ثقيله، يعني نطول في الخدمه، شغل نبدا نخدم غير بالعقل. تما كي نخدم وانا واقفه نحس روحي ولاني ناكتيفي. جو سي با بالك سي بسيشيك، جو سي با بالك نتوما كاين اللي كيما انا. وهنا البنات شوفوا هاني وجدتهم هنا، غلفتهم وخليتهم حتى 4 ساعات باش قبل الاذان ونقليهم. هاي ليك هنايا برد. دوك نديرو في الفريجيدار. وهنايا مرقت شريبه تاعي بيان سور بالماء سخون، ودرت لها طوماطيش ودوك نزيد لها الفريك هكذا. من بعد نعاود ندوزنها البنات كي طيب شربه تاعي، نعاود ندوزنوها نديروا لها حشيش الشربه، نزيدوا لها النعناع، نزيدوا لها القرفه، ونزيدوا لها الفلفل الكحل في الاخر. هذه كي تكونوا قريب تطفيوا لها تعاودوا تدوزنوها من دارها جديد. هذه هي. هنا هاوليك البنات طاجين ديالي. دوكا ندير له البطاطا بيان سور نقطعوها تكون شويه كبيره، نخلوها غير شويه يعني حتى يدخلها هكذاك طيب. ومن بعد نوريكم لا دوزيام ايتاب واش راح نديروا لها. هنا وجدت لي سالاد ديالي، درت سالاد فيرت مع زروديه، درت فيها الخيار مايس، وزدت لها هذاك ستيكس من الفوق. بالنسبه لا فينيغرات البنات انا ما درت لهاش، كل واحد يدير واش يحب، باسكو كاين اللي يدير صوص طحينيه ولا يدير صوص الرانش ولا كل واحد واش يحب يدير. تما نوجدها برك ونحط لها صوص فوق الطابله ديريكتومون. فوالا هذه هي. درت معاها تانيك سالاد تاع الباذنجان ما كنتش صورتها للاسف. هنا شوفوا واش راح ندير البنات. حندير واحد لي فيغين تاع المانغ، درت فيها واحد فلان كراميل، واحد ساشي تاع واسمو تاع شانتيي. هنا حنزيد لها زوج كيري، ونزيد تانيك شويه تاع النسلي، قيس واحد زوج مغارف ونص با بلوس باش ما يجيش حلو وما تجيش تقهم. فهمتوا؟ دوكا كل واحد يدير على حساب الحلاوه اللي يحبها. كاين اللي يحبها حلوه بزاف يزيد شويه في النسلي. انا درت تقريبا زوج مغارف، ونديروا لها تانيك شويه تاع الجو تاع المانغ. هذه هي. ونضربوها في البلندر تاعنا. من بعد جبت هذا الكيك فاني واجد ديريكتومون، وحطيت في لي فيغين ديالي من تحت. من بعد راح نشربهم بالجو تاع المانغ، ونحط بيان سور هذيك لا كريم مع المانغ. دوك تشوفوا كيفاش حاجه سهله.
هادوما لي هنايا منا واسمو هذا باوند كيك، بزاف مليح هذا وبزاف بنين. يعني اللي يحب يجرب الوصفه يجربها بهذا احسن. هنا يعني فرغت عليهم جو تاع المونغ. دوكا هنايا راح نزيد لهم المونغ هكذا بهذه الطريقه هذه. عمرتهم شويه، من بعد زدت لهم هذيك لا كريم من الفوق. كيف هذيك لا كريم بالذوق تاع المونغ تجي بزاف بنينه. هو اصلا البنات هذا يشبه تشيز كيك تاع المونغ، ولا ديكوراسيون تاعو البنات خليتها في الاخر. هاوليك البنات هنايا طاجين ديالي، دوك راح ندخلوه مباشره يتحمر ويتجمر في الفوغ. هاد لا غوسيت البنات تاع يعني تاع هنايا تاع الخليج. الا كان حبيتو نشارك معكم الوصفات تاع هنايا اكتبوا لي في التعليقات، لانه اغلب طبخي انا يعني طبخ تاع الخليج. فوالا باش تكونوا على بالكم، الا كان حبيتوا هذوك الوصفات اكتبوا لي في التعليقات. هنا البنات راح نوجد القهوه العربيه. كنت درت هذاك الكوفي ميت كان مخلط مع الهيل مرحي معاه. وهنايا زدت له زعفران. هاد الزعفران يعني سوبر نقيل، يعني نقي 100% ويعطي الذوق القهوه هذيك. وهنا كنت درت القهوه وزدت لها الهيل وخليتها فوق النار تقريبا 18 دقيقه، ومن بعد فرغتها مباشره. انا من النوع اللي ما كنتش نحب القهوه العربيه، مي وليت نحبها مع الوقت، ويعني حاجه مختلفه على القهوه تاعنا. وتعرفوا الواحد كي يبدل بلاصه يتبدلوا طباعه يتبدل كل حاجه. المهم البنات هنايا درت الصمصه هذه درتها باللوز، درتها تاع فيت واحد 5 كنت كملتها. المهم الفيديو ما سجلتوش تالمون درتها بكري يعني. المهم اللي حبيتو الوصفه تاعها اكتبوا لي في التعليقات. درت يعني هكا حبيبات برك قيس تاع النهار برك، وزدت لها من الفوق شويه تاع الجلجلان. هذا ما كان انا نحبها بالجلجلان. اللي يحب يدير اللوز يدير اللوز، اللي يحب يدير وش يحب من الفوق، يعني حاجه عاديه. انا كنت درتها في هاد لاسيت ومن بعدها بدلت رايع وتبدلت لها اسيت. المهم هنايا كنت قليت هذاك البوراك اللي خدمته معاكم ودرته في هاد لاسيت بهاد الطريقه هذه باش نحطه مباشره. هنا تقريبا ما كانش قاعد بزاف باش يأذن، وهكذاك مازالني معاكم نصور. المهم كيما تشوفوا استفتها في هاد لاسيت هذه. درت لها من الفوق زعما شويه شلاضه وشويه قارص من الكوتي غير باش تبان لاسيت شابه. هذا ما كان. هاوليك شوفوا يجي ما شاء الله. مام كي تخدموا بهذيك الطريقه يجي كلش على حبه. وهنا هاوليك الفلون تاعي كنت قلبته يجي بزاف بنين، ويجي شغل يجي هكذا يزغد ماشي شاد روحه، وحاجه يعني تمتم. وهاوليك كي خرجتو الجواز تاعي من الفوق يجي محمر ومجمر ويجي بزاف بنين. هنا قدمته في هاد لاسيت هذه، زدت له من الفوق شويه معدنوس، تحبوا تزيدوا له حشيش شربه كيما تحبوا، ولا حتى النعناع كما قلت لكم. اللي حبيتوا هذا النوع تاع الوصفات اكتبوا لي في التعليقات باش نولي نشاركها معكم. وهنا هاي ليك طابله كش حطيتها بيان سور. كنت درت لها هاد لو ساشي من تحت. هادو ما سبيسيال اسمهم سفره، باش من بعد نعاود نرفد كلش، ما نبقاش نعاود نغسل في لي ناب تاوعي. هاي ليك البنات شوفوا قدمتها بهاد الطريقه هذه. الطابله تاعي سكمتها هكذا ان شاء الله تنال اعجابكم وتاخذوا افكار ممكن علاش لا. هاي ليك البنات شوفوا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد حطيت كلش. هذه صورت لكم مقبل، قلت من بعد نزيد نوري لهم كيفاش كي نحط كلش. هنايا كنت بيان سور بخرت الحاله قبل الفطور باش تروح الريحه تاع الماكله يتو كامل. زعما نشارك معكم كل حاجه بالتفصيل. فوالا البنات يعني شاركت معكم يومي حاجه خفيفه، يعني ما درتش حاجه بزاف كبيره، حاجه بسيطه. وهذه هي الطبله تاعي مور ما حطيت كل حاجه في الاخير. ان شاء الله تنال اعجابكم، ان شاء الله ممكن تاخذوا افكار. قلت لكم الا كان حبيتوا وصفات اخرى
اكتبوا لي في التعليقات يعني وصفات تاع يعني ماشي تاع بلادنا، باسكو انا اصلا مانيش نطيب نفس طياب تاع الجزائر. تما اذا كان حبيتوا وصفات غير الوصفات الجزائريه اكتبوا لي في التعليقات. هذه هي البنات، وهنايا كنت درت لكم شويه مقتطفات. هاوليك هذوك لي فيغين مرمى شبحتهم من الفوق، درت لهم هذاك المونغ من الفوق وفوالا. هاي لك تانيك صامصه، قلت لكم بديت لها اسيات ما عجبتنيش. المهم هذه هي. وهنا غلط البنات، صورت لكم بالطول باش نصور بالعرض، نسيت واقيلا كنت مازالني صايمه حتى من الفطور. المهم سي بور سا لي ما يعني غلطت في هذه. لا بروشين فوا ان شاء الله زيد نصور لكم احسن. فوالا البنات، لحقنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. ولا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات باش نزيد نصور معكم، يعني نكمل معكم بهذه الطريقه. ودوكا انا لحقنا للختام، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ونقول لكم تبقوا على خير ونتلاقاو فيديوهات ما خير بحول الله. ومن هذاك الوقت البنات نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.